الخير لا تدري بمن أعطي سيأتيك الثمن، فالله لا ينسى وكم بالخير قد رفعت محن. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تزال دول العالم الإسلامي مستمرة في التضامن مع إخوانهم المسلمين المضطهدين في قطاع غزة في فلسطين. اليوم هو المشروع الثالث على التوالي من تقديم وجبات الطعام الساخنة للنازحين في قطاع غزة، حيث يأتي هذا المشروع بتمويل كريم من التحالف الوطني لدعم القضية الفلسطينية في السنغال، وبدعم كريم من الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ محمد المنتقى إمباكي من السنغال. نقول لهم شكرا لكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن غزة وأهلها خير الجزاء، ونأمل منكم مواصلة هذا العطاء وألا تألفوا المشهد، لأن الحاجة هنا كبيرة جدا وتكبر يوما بعد يوم. وشكرا لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوجوده هذه الحياة بخير. الخير لا تدري بمن أعطي سيأتيك الثمن، فالله لا ينسى وكم بالخير قد رفعت محن. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تزال دول العالم الإسلامي مستمرة في التضامن مع إخوانهم المسلمين المضطهدين في قطاع غزة في فلسطين. اليوم هو المشروع الثالث على التوالي من تقديم وجبات الطعام الساخنة للنازحين في قطاع غزة، حيث يأتي هذا المشروع بتمويل كريم من التحالف الوطني لدعم القضية الفلسطينية في السنغال، وبدعم كريم من الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ محمد المنتقى إمباكي من السنغال. نقول لهم شكرا لكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن غزة وأهلها خير الجزاء، ونأمل منكم مواصلة هذا العطاء وألا تألفوا المشهد، لأن الحاجة هنا كبيرة جدا وتكبر يوما بعد يوم. وشكرا لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوجوده هذه الحياة بخير.